السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. أهلًا بيكم في فيديو جديد. الفيديو بتاعي النهارده أنا عملت فيه نشاط مدرسي عبارة عن نتيجة رأس السنة الميلادية الجديدة 2025. ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا يا رب. هو نشاط اقتصاد منزلي كده، مسابقة فيه. فأنا عملت النتيجة فكرتها كلها مجملها في إنها شكل كردان أو كوليه نسائي طعمته كده بالخرز زي ما أنتم شايفين، خرز اللولي والكريستال وخرج النجف، وفي الآخر أنا ثبّتت فيه صدف. طبعًا أنا حاولت إن أنا أخرم الصدف مش نفع، فلزقته فيه كده وثبّته بحبيبات الفوم. النتيجة كلّها عبارة عن شغل شامل الاقتصاد المنزلي، سواء بالخرز وشغل الصدف أو بالخشب. دخّلت فيه قطع من الأرابيسك كده وقطع من الخشب الصغير. دخلت كمان في شغل الفوم، ودخلت فيه شغل الخياطة، دخلت فيه الخرز والجوبير وكمان شغل الخرز زي ما أنتم شايفين، مش بس في العلاقات اللي تحت أو بالأشكال اللي تحت، لأ أنا دخلت فيها هي نفسها فيها خرز لولي كده بين النجوم. دخلت فيها كمان شغل الورود، ودخلت فيها شغل الكروشيه بخيوط الكروشيه. ودخلت فيها كمان هي النتيجة عبارة عن كرتون، ومن فوق كده القطعة اللي فوق دي خشب. أتمنى إن أنتم تكونوا فاهمين الفكرة يعني. هي الفكرة في مجملها كلّها تشمل كل حاجة بنشتغلها في الاقتصاد المنزلي. دخّلت فيها كمان عجينة السيراميك، عملت فيها قطع كده بعجينة السيراميك ودخّلتها فيها. فيها الفن الإسلامي وفن الخزف وفن الخشب، وفن الخرز والخياطة والكروشيه، فيها جميع الفنون الخاصة بالاقتصاد المنزلي. أتمنى إن الفكرة تعجبكم تقدروا تنفذوها كنشاط مدرسي. سهلة التنفيذ جدًا، بس فكرتها جديدة كده ومختلفة. أتمنى إنها تعجبكم وتستفادوا منها. يا ريت لو عجبتكم تدعموني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد إن شاء الله. ويا ريت الدعم منكم بكومنت يشجعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.